الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعطي ويمنع ويخفض ويرفع بيده الملك وهو على كل شيء قدير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى حبيبنا محمد وعلى قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أما بعد أيها الأحبة في الله إن خطبتنا اليوم في هذا المسجد المبارك مسجد الروضة في مدينة تورونتو في أرض كندا ستكون حول أداء الحقوق إلى أهلها حق الله تبارك وتعالى وحق الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وحق الوالدين وحق الوطن وهلم جرى ولكن أيها الأحبة في الله دعوني قبل أن أبدأ الموضوع وأختصر فيه أقدم الشكر لجميع أحبابي وإخواني في هذه المدينة الذين رحبوا بي منذ أن وطئت قدمي في هذه المدينة أشكركم وإنني أرى أنني لا أستغني أن أخص بعضا منكم بالذكر لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن إليكم فكافئوه أخص بالشكر بأحبابي وإخواني إدارة هذا المسجد الذين رحبوا بي والله إنني أقدم هذا الشكر وأنا أتذكر شيخي وأستاذي الشيخ محمد نور قوي الذي جاء إلينا من خارج البلاد في الصومال فأحيا السنة في البلاد وأيقظ شرارة الدعوة في قلوب الدعاة واستفدنا منه كثيرا وإنني أرى أن ما ترونه من شعلة في هذا المركز الإسلامي إنما هو جذوة من ذلك القبس وأشكر أحبائي في الكنديين أنتم كنديون كل من منح بالجنسية الكندية فهو كندي
ولهذا الأرض حق علي، فأشكرهم جميعا بما قدموا لي من تسهيلات، وبما رحبوا به، وبما قابلوني بابتسامات عريضة ووجوه بشاشة. جزاكم الله خيرا يا أهل كندا، من أولكم إلى آخركم، حكومة وشعبا، من أعلى الهرم رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى آخر من ولد في مستشفياتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم أن يديم لكم هذا الأمن الذي تنعمون به، وأن يعطيكم الخير حيثما كنتم وأينما حللتم. أما بعد، أحبتي في الله، إن لله علينا حقا. هو الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. هو الذي أحبنا وقربنا. ومما زادني شرفا وعزا وجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت لي أحمد النبي. ذلك الله جل وعلا الذي أكرمنا، ولقد كرمنا بني آدم، الذي أعزنا يوم أن دعا الملائكة فجمعها صفا صفا، ثم قال لهم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا من سجدت لهم الملائكة، يا من رفعهم الله إلى أعلى العليين، يا من أكرمهم الله جل وعلا. هؤلاء بنو آدم، هؤلاء ذرية آدم. ثم ماذا؟ ثم الله الذي أحبنا لم يتركنا سدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أرسل الرسل وأرسل الدعاة وأقام العدل والأحكام في البلاد على رقاب العباد. سبحان الله، الله الذي لو تدبرت بخلائقه ولو نظرت نظرة اعتبار على مخلوقاته لوجدت عجب العجاب. إخواني، أكبر حق لهذا الرب الذي خلقنا أن نعبده لا نشرك به شيئا. نعبده بصلاتنا وصيامنا وقيامنا وحجنا وذكرنا وتذكرنا وحبنا له وشكرنا له ليلا ونهارا وتفكرنا في آلائه ومخلوقاته. انظر لتلك الشجرة كيف نمت من حبة وكيف سارت شجرة. انظر إلى غصونها النضرة واسأل من ذا الذي أخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس في الجو مستعرة واسأل من ذا الذي أوجدها مثل الشررة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الإنسان وقوته المبتكرة واسأل من ذا الذي شق له بصره. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أخي الحبيب، إن أكبر حق للعبد على ربه بعد التوحيد هو ذكر الله تبارك وتعالى. أن يكون الله حيا في قلبك، أن تعيش معية الله، أن تستأنس بالله وتستوحش من غير الله، أن تتلذذ بذكر الله. إن ذكر الله جل وعلا ليس غمغمة ولا همهمة، إن ذكر الله له حقوق. تقول سبحان الله بلسان ذاكر بقراءة متقنة وقلب متيقظ، فيكون
ويكون للذكر لذة، ويكون لعظمة الله تبارك وتعالى حلاوة في قلبك.